3 2 1. تخيل يا اميجو وانت ماشي في امان الله وسط مستنقع. وانا مش عارف ايه اللي هيخليك ممكن تمشي في وسط مستنقع، بس تخيل تلاقي فجأة قدامك طائر طوله 1.5 متر باصص لك بنظرة شريرة وثابتة من غير ما يرمش، وفجأة تسمع صوت ضرب نار ورشاش آلي شغال وراك. المنطق بيقول انك في اللحظة دي هترمي نفسك في الطين وتتشاهد، لان شكل كده الحرب العالمية التالتة قامت. بس الصدمة ان مفيش حرب ولا حاجة، ده مجرد طائر واقف بيتسلى وبيصطاد غداه. النهاردة في الهستوريادور في البرية هنتكلم عن الطائر اللي هربان من عصر الديناصورات، صاحب صوت الرشاش الكلاشينكوف، طائر الشوبل أو أبو مركوب. وقبل ما تقول أي حاجة يا أميجو، والله ما أنا اللي سميته، هو اسمه كده. عاوزك بقى قبل ما الرشاش ده يطولك تنزل تعمل لايك متين وتشترك في القناة لو لسه مش مشترك، ويلا بينا نشوف أبو مركوب ده حكايته إيه. السلام عليكم اعزائي الاميجوس، طيب الله اوقاتكم بكل الخير اينما كنتم، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من سلسلتكم الهستوريادور في البريه. في البدايه كده يا اميجو، مين هو ابو مركوب ده؟ ده يا سيدي طائر ضخم جدا عايش في مستنقعات افريقيا، وتحديدا في دول زي اوغندا وجنوب السودان. العرب سموه ابو مركوب لانه منقاره كبير جدا وشبه المركوب. ولو انت من جين زي وما تعرفش يعني ايه مركوب، فهو الجزمه اعزكم الله القديمه الكبيره بلغه زمان. الناس ما تعرفش عن الطائر ده غير انه مجرد طائر كسلان بيقضي يوم واقف في المية هادي من غير حركة. بس الحقيقة ان الطائر ده مخبي وراه 5 حقائق مرعبة، لو عرفتهم دماغك كالعادة هتلف. عشان كده سيبك من وقفته الهادية دي وخليها على جنب، وتعالى لي في الغويط وانا هقولك هو مخبي ايه. الطائر ده عنده قدرة مرعبة على الثبات، ممكن يفضل واقف في مكانه في المستنقع من غير ما يحرك ريشة واحدة ولا يرمش بعينه لمدة ساعات كاملة، كأنه تمثال صخر. الحركة دي بيعملها كتمويه ذكي جدا عشان يستدرج الأسماك والفرائس، بس المنظر لوحده كفيل يخلي ركب أي حد يقرب منه تخبط في بعضها. منقاره الضخم ده مش مجرد زينة، ده طوله بيعدي ال 24 سنتي، وآخره فيه ضفر حامي ومقوس شبه السكينة. المنقار ده بمثابة مقصلة أو مقص بيصطاد بيه أسماك ضخمة وتعابين مية، والصدمة إنه بياكل تماسيح صغيرة كمان. ومش محتاج غير إنه يضرب ضربة واحدة بيه يفرم بيها الفريسة ويقسمها نصين في ثواني. أبو مركوب ما بيعرفش يغني ولا يصوصو زي باقي الطيور. لما بيعوز يتواصل مع عيلته أو يهدد عدو بيخبط الفكين بتوع منقاره في بعض بسرعة جنونية، فبيطلع صوت عالي وقوي بالظبط شبه ضرب النار من رشاش آلي. الصوت ده بيرج المكان وبيهرب بسببه أي حيوان مفترس يفكر يقرب من منطقته. ودلوقتي بقى وصلنا لأغرب حقيقتين، ودول اللي هيخليكم تشوفوا الوش التاني للطائر ده. واحد قمة في الأدب، والتاني قمة في الأسوأ. بس قبل ما أقولك عليهم اتأكد إنك عملت اللايك المتين. رغم شكله المرعب، الطائر ده طلع ابن ناس ومتربي جدا. في المحميات الطبيعية لو قربت منه بيعمل حركة غريبة، وهي إنه بيوطي راسه في الأرض ويعمل لك انحناء احترام. لو انت وطيت راسك وعملت له نفس التحية بيعتبرك صديق ويوافق انك تقرب منه تتصور معاه. اما بقى لو عملت نفسك جامد وما ردتش التحية هيبصلك بنظرته المرعبة دي، وممكن يطير عليك ويقرصك قرصة عمرك ما هتنساها. الحقيقة دي بقى مظلمة جدا. أنثى أبو مركوب بتبيض بيضتين في العش، ولما يفقسوا الأخ الكبير القوي بيبدأ يضرب الأخ الصغير الضعيف ويعضه ويمنع عنه الأكل تماما عشان يسيطر هو على العش. الصدمة مش هنا، الصدمة في الأم. الأم بتقف تتفرج على اللي بيحصل بكل برود، وبتختار تهتم بالابن القوي بس، وتطرد الابن الضعيف بره العش وتسيبه يموت من الجوع والشمس. قانون بقاء قاسي جدا ومفيهوش أي عواطف. الخلاصة يا أميجو، طائر أبو مركوب بيثبت لنا إن المظاهر دايما خداعة. شكل مرعب وصوت رشاش، بس جواه طائر بيقدر الاحترام والتحية، وفي نفس الوقت عايش بقانون بقاء صارم ما بيعرفش الهزار. فسبحان الله في خلقه. وسؤالي ليكم أعزائي الأميجوس، بما إن أبو مركوب أول ما بيحب يتعصب أو يتواصل بيطلع صوت رشاش كلاشينكوف ما بيفصلش، مين بقى الشخص اللي في حياتكم أول ما بيبدأ يتكلم أو يقلب وشه
صوته بيتحول لرشاش آلي وبتحسوا انكم محتاجين خوذة وساتر تستخبوا وراه من كتر الكلام. احكوا لنا في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير المتين. كان معكم الاسطوريادور، ونشوفكم الحلقة الجاية مع كائن أغرب. نستودعكم الله.